اول امر راح ناخذه اللي هو BWD. هذا الامر بيعمل برنت للورك دايركتوري، يعني بيعمل طباعة للدليل اللي انت متواجد فيه حاليا. لو ضغطنا انتر لاحظ انه بيحكي لي انا موجود بالروت، والروت احنا حكينا انه هو المجلد الرئيسي الهوم. لو ضغطنا كنترول ال بنشوف انه هذا هو نفسه مجلد الروت. الامر الثاني اللي راح ناخذه اللي هو ال LS. LS يعني list او عرض كافة المحتويات بهذا المجلد. لو ضغطنا انتر بنلاحظ انه طلع لنا محتويات المجلد الموجودة امامنا. طبعا لو طلعنا عليهن من هون راح تلاقيهن نفس المجلدات الموجودة هون. تمام. الامر التالي راح ناخذه هو امر السي دي. الامر السي دي هو بيسمح لك تفتح اي مجلد موجود امامك. يعني انا مثلا بدي افتح مجلد الميوزك. طبعا بدك تلاحظ في التيرمينال انه هو كيس سنسيتيف، يعني الاحرف الكابيتال والسمول بتفرق معه. كيف يعني؟ مثلا لو انا رجعت هون حطيت بدل الام هون ام سمول بدل الام الكابيتال، ضغطت انتر راح يحكي لي انه ما في هيك دايركتوري موجود عندك، راح ارجعها لكابيتال. نضغط انتر، هيك احنا صرنا بمجلد الميوزك. لو حطينا BWD وضغطنا انتر بيحكي لك ان احنا متواجدين بهذا الدايركتوري. تمام. مشان نرجع للخلف بنحط CD بدون شيء، نضغط انتر برجعنا على الروت. تمام. الامر التالي اللي راح ناخذه هو انشاء ملف. الامر هو كالتالي، وهو اختصار لميك دايركتوري. بنحط هون اسم الملف بعدها مباشرة، مثلا نكتب تيست وانتر. لو عملنا ليست هيك بهذا الشكل راح تلاقي انه صار موجود هون، ولو فتحت من هاي النافذة راح تلاقي موجود هون. الامر التالي راح يكون كيف نحذف المجلد، اللي هو كالتالي، اختصار لريموف دايركتوري، وبنحط اسم المجلد اللي هو تيست، نضغط انتر. لو نعمل ليست تلاقي انه انحذف. تمام. لو احنا حابين نحذف ملف واحد، ما بدنا نحذف مجلد كامل، كيف نحذفه؟ طبعا في عنا هذا الامر RM، اختصار لريموف. بنحط اسم الملف اللي هو هون موجود عنا اسمه clean، وبنضغط انتر. لاحظ انه انحذف من هون، ولو حطينا ليست برضو انحذف. الامر التالي اللي راح ناخذه وهو مهم اللي هو الكات. طبعا هذا الامر خاص بفتح ملفات التكست. يعني مثلا انا عندي هون في ملف تكست اللي هو ريدمي موجود هون، حاب اقرأ اللي فيه، فبستخدم امر كات وبحط اسمه بهذا الشكل. لاحظ انه الحروف هون كيس سنسيتيف، فانا بنتبه للكابيتال والسمول. نضغط انتر، لاحظ كيف فتح لنا هون النص الموجود بداخل ملف الريدمي. مشان نمسح الشاشة بنكتب كلير، نضغط انتر. بنيجي لأمر كثير مهم وكثير بلزمك تعرفه اللي هو apt-get. طبعا هذا الأمر اختصار للبرنامج الخاص بتنزيل الحزم وتحديثها أو حذفها بنظام اللينوكس. فأنا حطيت اسم البرنامج apt-get، وبعدها بعطيه الأمر، مثلا بدي أعطيه update. ومعنى update هون يعني اعمل لي تحديث لقائمة السورس اللي بتجيب منها الحزم. نضغط انتر. هو حاليا قاعد بعمل تحديث للقوائم، وهيك انتهى. طيب انا لو حابب انزل حزمة، بكل بساطة بنحط اسم البرنامج الخاص بتنزيل الحزم، بعدين انستول، ونحط اسم الحزمة اللي احنا حابين ننزلها، مثلا الترمينيتور. نضغط انتر، وهيك هو حاليا بنزل بالحزمة. طبعا هيك بكون خلص تنزيل برنامج الترمينيتور. طيب انا لو حابب احذف حزمة، نحط اسم البرنامج الخاص بحذف الحزم، وبنعطيه امر ريموف، وبعدين اسم الحزمة اللي احنا حابين نحذفها، مثلا ترمينيتور. لكن حاليا انا ما بدي احذفها، مش راح اضغط انتر يعني، لكن الهدف انك تعرف كيف نحذف حزمة. بنيجي لامر كثير 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 مهم انت تكون عارفه.
ألا وهو أمر المان. والمان هو اختصار للمانيوال، وهو من اسمه بعطيك المانيوال لأي أمر أنت بدك إياه. مثلا لو حطيت مان BWD وضغطت انتر، طبعا هون لاحظ انه اعطاني الامر وايش بعمل. طبعا بعطيك بعض الارجمنت اللي ممكن تستخدمها وشرح عليها. طبعا اذا هون ما زلت ايضا مش فاهم كيف تشتغل على هذا الامر، بتضغط حرف الاتش بتفتح لك واجهة الهيلب، وهون بفصل لك الموضوع اكثر. تمام. والامر الاخير اللي راح ناخذه ونختم فيه اللي هو امر الهيستوري. طبعا امر الهيستوري بيعرض لك التاريخ الاوامر اللي انت اعطيتها للتيرمينال بهذا الشكل. لاحظ كل الاوامر اللي استخدمناها بحطها هون. وهيك احنا بنكون خلصنا الاوامر الاساسية واللي بتهمنا نعرفها الى الان، وان شاء الله راح نيجي لبعض الاوامر الاخرى اللي راح نتوسع فيها بالكورس.